إجمالي العربية يا جماعة، العربية من جوّه خاماتها كويسة جدًا، خامات محترمة جدًا، بس للأسف يا جماعة العربية دي فيها عيب أو فيها مشكلة كبيرة جدًا، البطاريات بتاعة العربية اللي هي في الشنطة، البارومة بتسرح فيها بشكل سريع جدًا، وده عيب شرعي معروف في العربية ديّة بالذات. السلام عليكم ورحمة الله، أنا محمود عادل من قناة محبي السيارات، باقدم محتوى عن العربيات، وباتكلم عن مواصفات ومميزات وعيوب، وأنت أول مرة تشوفني ما تنساش تشرفني باشتراك القناة، ده طبعًا يكون شرف كبير ليّا، ويالّا بينا ندخل في الموضوع. لو أنت عايز عربية عملية جدًا، عربية قطع غيارها هتلاقيها وأسعارها رخيصة، عربية تكون مطلوبة في إعادة البيع والشرا أمّا تيجي تبيعها، جِبنا لك المواصفات دي كلّها في العربيات اللي إحنا هنتكلّم عنهم، هنتكلّم عن العربية الداينو نوبيرا، وهنتكلّم عن الشيفروليه الأفيو، هنقارن بين العربيتين، وهنتكلّم عن مواصفات ومميزات وعيوب كل عربية، ويالّا بينا على طول نبدأ الحلقة. أول عربية معانا هي العربية الداينو نوبيرا، طبعًا الداينو نوبيرا بدأت ظهور سنة 97 باسم نوبيرا 1 لحد سنة 99، ومن 99 لحد 2008 ده بداية الشكل التاني اللي هو نوبيرا 2. النوبيرا 2 بتيجي بتصميم بسيط جدًا، كلّه كيرفات ما فيهوش سُوَك، تصميم يميل للناحية الكلاسيكية أكتر. العربية بتنزل بمحرك 1600 سي سي بقوة 108 حصان، المحرك ده يعتبر يشبه المحرك بتاع الأوبترا بشكل كبير جدًا، بس للأسف المحرك ده يعتبر غير اقتصادي في البنزين، لإنه طبعًا على 2 كامة، فده بيستهلك بنزين بشكل كبير جدًا خاصةً جوّه البلد. لو جينا دخلنا جوّه صالون نوبيرا، الصالون مريح مميز، الصالون بتاع العربية يعتبر واسع مش ضيّق، الخامات كمان بتاعة العربية دي محترمة جدًا، تحس إن العربية دي مصروف عليها كده، يمكن في عربيات أعلى منها في السعر بس خاماتها أقل منها في المستوى. لو جينا اتكلمنا عن مميزات النوبيرا، طبعًا أول ميزة بتمتاز بيها العربية ديّة الخامات بتاعتها من جوّه طرية، خاماتها كويسة جدًا، تطعيمات القماش اللي في الأبواب واخدة شكل بيضاوي كده شكله جميل جدًا، مساحتها من جوّه واسعة، مساحة الشنطة بتاعتها كويسة جدًا، قطع الغيار المتوفرة بشكل كبير جدًا وأسعارها كويسة مش غالية، طبعًا صيانتها سهلة، تعتبر من العربيات العملية المُعمّرة خاصةً لو أنت حافظت على الصيانات بتاعتها، تقعد معاك سنين ما فيش أي مشاكل فيها. العربية برضه مطلوبة في إعادة البيع والشرا، ماسكة سعر في السوق. لو جينا اتكلمنا عن عيوب النوبيرا، طبعًا من أبرز العيوب فيها إن هي غير موفرة في استهلاك البنزين، طبعًا نظرًا لإن المحرك بتاعها على 2 كامة، هو يعتبر ميزة وعيب. الميزة بتاعته إن هو العزم بتاعه قوي، بس للأسف عيبه إنه غير موفر في البنزين خاصةً جوّه البلد. تاني عيب فيها طبعًا ده يعتبر عيب كبير جدًا، اللي هي البطيخات بتاعة العربية دي مشهورة إن هي دايمًا بتسرح في البارومة بشكل سريع جدًا، عشان كده بانصحك قبل ما تشتري العربية ديّة تخلّي بالك من حتّة البطيخات ديّة لازمًا تبُص عليها، بس طبعًا المشكلة دي بتتعالج عند السمكري، بيشوف لها بيه الحمى وبتتعالج ترجع أقوى من الأول. إجمالي العربية النوبيرا، العربية خامات ممتازة، عربية صالون واسع ومريح، عربية قطع غيار موجودة، صيانات سهلة، عربية شكلها كويس برضه تصميمها مقبول مش وِحِش، عربية ثابتة معاك على السرعات العالية. أنا شايف إجمالي مميزاتها بصراحة يا جماعة تتفوق عن معظم العربيات اللي في الفئة بتاعتها. نيجي نتكلم بعد كده عن العربية الشيفروليه الأفيو، طبعًا بداية الشكل المعتاد اللي كلنا عارفينه اللي قدامكم دوّة، بدايته من 2007 لحد 2013، من بعد 2013 و2014 لحد موديل السنة نزل بالشكل الجديد خالص طبعًا اللي كلنا عارفينه، بتيجي بتصميم بسيط جدًا، فيه طبعًا صور من مقدمة العربية لحد الآخر. العربية التصميم بتاعها بيمتاز بطبعًا فوانيس كبيرة سواء من الأمام أو من الخارج، فده طبعًا بيدّيك إضاءة أقوى. العربية تصميمها يشبه بشكل كبير جدًا تصميم العربية الشيفروليه الكابتيفا، نفس شكل الشبكة ونفس شكل الفوانيس، طبعًا باختلاف مواصفات العربية وحجم العربية. العربية بتنزل بمحرك 1500 سي سي 4 سلندر بقوة 84 حصان، محرك طبعًا يعتبر اقتصادي في البنزين، هو بالضبط يعتبر نفس محرك اللانوس باختلاف حاجات بسيطة فيه، محرك اقتصادي عملي جدًا وأعطاله قليلة. لو جينا بصينا على صالون الأفيو من جوّه، الصالون بتاعها يعتبر برضه واسع ومريح، قعدته تحسها عالية شوية عن النوبيرا، الخامات من جوّه بلاستيك بتاعها ناشف شوية مش كويسة للأسف. لو جينا اتكلمنا عن مميزات الأفيو، طبعًا من أهم المميزات في العربية ديّة إن هي اقتصادية في البنزين بشكل كبير جدًا، طبعًا نظرًا إن المحرك بتاعها على كامة واحدة، طبعًا قطع غيار متوفرة، أسعارها حلوة مش غالية، صيانتها سهلة ومطلوبة في إعادة البيع والشرا. طب نيجي نتكلم عن عيوب العربية ديّة، طبعًا من أبرز برضه العيوب في العربية ديّة إن ضعف الصاج بتاعها، الصاج بتاعها ضعيف جدًا طبعًا مقارنةً بالنوبيرا، العربية صاجها خفيف جدًا بيتأثّر مع أبسط الخبطات، شبه كده صاج النيسان الصيني الشكل الجديد برضه صاجها ضعيف جدًا، تحس إن أنت راكب عربية صيني مش عربية كوري. الخامات العربية دي من جوّه للأسف مش حلوة خالص، البلاستيك بتاعها ناشف، تحس فيه تزييقات كده، التقفيل بتاعها مش حلو برضه. العربية دي مع السرعات العالية طبعًا نظرًا لإن العربية تعتبر ارتفاعها زايد شوية عن الأرض، ده بيقلل من ثباتها على السرعات. لو جينا بصينا يا جماعة على المميزات والعيوب في العربيتين هنلاقيهم تقريبًا نفس المميزات والعيوب هنا، هي نفس المميزات والعيوب هنا. إجمالي العربيتين يا جماعة من حيث تصميم من برّه، طبعًا الأفيو تصميمها أجدد شوية من الدايو نوبيرا، من حيث الخامات النوبيرا طبعًا خاماتها أفضل بكتير من الأفيو، من حيث المساحات من جوّه النوبيرا تعتبر أوسع شوية من الأفيو، أطول شوية، من حيث الثبات على السرعات النوبيرا ثابتة شوية عن الأفيو، من حيث طبعًا قطع الغيار الاتنين قطع غيارهم زي بعض، من حيث إعادة البيع والشرا نفس الكلام برضه الاتنين في إعادة البيع والشرا زي بعض، يمكن الأفيو أسرع شوية
في الآخر يا جماعة الاتنين عربيات من العربيات العالمية من الدرجة الأولى، أنت محافظ على صيانتها، العربية دي تقعد معاك سنين ما فيش فيها أي مشاكل. بالنسبة للأسعار الشوفير طبعًا بما إنها كمّلت لحد موديل السنة، فبالتالي هتلاقي أسعارها طبعًا أغلى من النوبيرا. النوبيرا آخر إنتاج ليها 2008 بعد كده توقف إنتاجها. طبعًا مش هنتكلم في تفاصيل عن الأسعار لأن الأسعار كل دقيقة بتختلف. وبكده يا جماعة نكون خلصت معانا حلقتنا، أتمنى إن الحلقة تكون عجبتكم واستفدتوا منها، ولو حد عنده عربية حابب إن إحنا نتكلم عنها يكتب لنا في الكومنت. أشوفكم على خير في الحلقة القادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.